صباح الخير. اليوم صبحت على الباغيت. درت هاد الميني باغيت كيف كتلاحظوا، درتو بالدقيق القمح الكامل، ما فيهش الفورس، ما فيه حتى شي نوع دقيق اخر من غير دقيق القمح الكامل. خرجوا لي ما شاء الله 16 باغيطه صغيره. درت هادو بالخشخاش الكحل، هذا خشخاش البيض، هنا الزنجلان وهادو الزنجلان البيض، هذا الزنجلان الكحل، وهنا درتهم بالبلبوله. المهم ان شاء الله دابا باقي ما كملوش، يخمروا ان شاء الله ونطيبهم ونوريكم النتيجه النهائيه. مميزات ديال الترموميكس، وما يميز الترموميكس وكيخليه يعني مميز وخاصو يكون في كل دار، هو انه كيحيد منك العكز. كتشهي شي حاجه كتنوضي تصايبيها انها كتعرفي انها كتطلع لك في اسرع وقت. هاد العجينه هادي تعجنت في 3 ديال الدقائق، 3 دقائق تعجنت وخليتها تخمر وحضرتها بكل سهوله. يعني كتخدم معاك العجينه، يعني ما فيهاش شي صعوبه باش تخدمي بها. هكا كيخليك تزعمي انك تحضري الشهيوات وتصايبي حوايج بكل حب لوليداتك. المهم خليكم معايا تشوفوا ان شاء الله كيفاش يجي هاد الباكيت. تشهيت حسيوه وبغيت ندير حسيوه خفه نزربن، فغادا نديرها بالشوفان. غادا ندير واحد الراس ديال الثومه، هذا اختياري، ماشي ضروري ديروا اللي ما تعجبوش الكو ديال الثومه ما يديروش. غادا ندير ليه 3 تواني سرعه 7 باش غادي يتقطع ليا. صافي ها هو كرد بهذا الشكل هذا صافي. وغادا نمشي للميزان اللي كاين في الترموميكس، وغادا نعبر واحد 200 غرام ديال الشوفان. بسم الله. المهم كتقدروا ديروا 200 غرام، ديروا 100 غرام على حسب شحال عدد الافراد. انا هاد الحسوه كيعجبوها، يعني زعما الدار كتعجبهم، فغادي ندير 200 غرام. دابا غادا ندير التوابل. بغيت ندير الكمون حبوب. بغيت نبارطاجي معكم البنات هاد الفكره. قالتو فاش كنت درت التنظيم ديال التوابل ديالي، كنت وريتكم شريت هاد القراعي كانوا فيهم واحد الغلايق ديال المعدن. المهم هذاك الغلايق مع الوقت ومع كثره الاستخدام من الداخل كيتحكوا مع العطريه اللي كتكون هكا حشه، كيتحكوا كيقدروا مع الغسيل كيتصداو من الداخل. صافي من بعد وانا حيدتهم وخديت لهم هادو حتى هما يعني كيجيو في القياس، كيتخشاو بهذا الشكل هذا، عاطين منظر والشكل ديالهم زوين، وفي نفس الوقت يعني كيجيو مزيانين وكيتسدوا مزيان كيف كتلاحظوا، كيجيو ساهلين في الخدمه ديالهم. المهم انا غادا ندير التوابل ديالي. غادا ندير الكمون حبوب، وغادا ندير البزار كما لاحظتوا، حتى البزار حتى هو داير عليه هاد الغلاقه هذه صافي. وكندير فيهم هاد المعالق هادو حتى هما كنت بارطاجيتهم معكم قبل، كيجيوني هادو ساهلين في الخدمه. البزار صافي. غادا ندير الملح حتى هيايا. المهم الملح حسب الذوق، شوفوا نتوما عندكم ميزانكم حسب الذوق ديالكم صافي. وغادا ندير هاد الزعتر، بغيت تكون فيها شويه ديال العشوب. الا عندكم ايطاليان سيزينين ديروها، انا ما عنديش، فحتى هي كتكون زوينه، كتجي زوينه. بغيت تكون شويه ديال فيها العشوب على حسب. عرفتوا دابا مع هاد الوقت هذا كيقدر واحد كيجي نزله البرد، وكان دازت مني راه باقا فيا شويه الرواح، ولكن الحمد لله يعني شويه ماشي بحال قبل. فقلت ندير شي حاجه ناكلها زوينه. درت شويه ديال الحلبه اللي ما بغاش ما يديرهاش، غير اختياريه. نعمر عليها بالماء. صراحه ما كنعبرش الماء، كندير غير عيني مزيانه. انا غادا ندير الميزان ونقول لكم شحال درت تقريبا. صافي غادا نعمر حتى كيعمر ليا تقريبا. كنشوف لانه مازال غادا نزيد الحليب من بعد. بغيت يعني عاد طيب ويعود داك الشيء عاقد ونرخيه بالحليب. تقريبا واحد الايطرو جاتني هنا، ايطرو و89 تقريبا. صافي غادا نهبط غير داك الثومه اللي نزلات ليا الفوق. كتقدروا ملي ديروا الثومه ديروا معها حتى البصله، حتى هي ديروها، حتى هي كتجي زوينه صافي. نفس هاد الحسوه هذه راه فيت نشاركها معكم انا بالشعير، غير هو الشعير كياخذ الوقت، كيدير تقريبا واحد 30 دقيقه حتى 35 دقيقه فاش كيطيب. هذا كندير ليه انا غير 15 دقيقه صافي دغيا كيوجد وكيجي صراحه زوين. غادا ندير ليه 100 سيليسيوس سرعه 1 ولا هذا صافي، وغنخليه يطيب.
هذاك الكراعي هادو ما ماتيتهم معاه، هادو راه كنت شاركت معكم فاش نظمت البلاكار بهادو اللي كنت خديت من ايكيا. هادو خديتهم من امازون، لا بغيتو راه نحط لكم الرابط ديالهم. صراحه عجبني الشكل ديالهم بهذا. باقي يلاه خديت لهم ستيكر، بغيت ندير لهم ستيكر ديال السبايسي حيت كنت استعمل ستيكر في الاخرين يعني ما بقاش الشكل ديالهم زوين، فنعاود ندير لهم ستيكر باش كل وحده ندير لها السميه ديالها. صراحه كيجيو الشكل ديالهم زوين. ونقول البنات كي جاكم الشكل ديالهم؟ انا عجبوني. ها هما الشكل ديالهم، درتهم في هاد الكورنر تما لي سوزن. المهم دابا خديت واحد باقي خصني نزيد واحد العدد. خديت واحد العدد يلا جاني في هاد الجهه الفوقانيه. المهم واحد المعلومه البنات، هادو الا عقلتو كنت درت 3 الفوق و3 لتحت. 3 الاولين كيفاش كنظف قلت اجي نخشيهم الماكينه ونغسلهم في الماكينه. كنت نهار عيانه وما فيا اللي يغسل وما فيا اللي يدير، قلت نديرهم في الماكينه. المهم خسروا لي البنات، ما ديروش هادو في الماكينه، هادو ما يديروش في الماكينه. فلا لاحظتوا راه بقاو عندي غير 3، بغيت ناخذ 3 اخرين نديرهم لتحت. المشكله هما فاش خديتهم خديت جوج دابا كنلقى بالجوج ما كنلقاش بالثلاثه. المهم كيف لاحظتوا ها هما هنايا. انا دابا هنايا دايره خاصني ستيكر. كيف كتلاحظوا ستيكرز من حيدتهم خسروا، خصني نعاود نبدلهم. هنا درت العطريه اللي غالبا انا كنستخدمها وكتستخدمها ماما الا بغات دير شي حاجه، فباش ما تاخذش مثلا عندي هنايا السودانيه ما كتبغيش هي طيب بها ما تخلطش ليها. درت السودانيه هنا ودرت العطريه اللي انا كنخدم بها اكثر هنا. كيف كتلاحظوا بحال العطريه ديال الهنود، فهنا خليت العطريه ديالنا حنا ديال المغرب صافي باش خليتها الكمون. الكمون كنخدم به بزاف، خليت الحلبه صافي وخليت كاع العطريه ديال المغرب. المهم ان شاء الله حتى نعاودها، هي عندي هنايا راس الحانوت. المهم عطريه ديال المغرب هنايا. بغيت ان شاء الله تنعاود ناخذ هادو باقي لي واحد العدد. لا لاحظتوا هما الاخرين هادو هما كيف كانوا شفتوهم ملي كيبداو تستعمل كيبداو يتحكوا بهذا الشكل هذا، فماشي صحي. فما بغيتش انا نلقى العطريه فيها بحال هكا. يعني راه شي وحدين راه لحتهم اكثر من هكاك. المهم قلت حتى نبدل حتى هادو ان شاء الله وندير لهم هاد الخشبات. قولي يا بنات كي جاكم الشكل ديالهم بحال هكا المنظر تاعهم صافي. من بعد مسالات المده كتلاحظوا ها هو القوام ديال الحسوه كتقال بهذا الشكل هذا. ها هي كتلاحظوا صافي. غادا نزيد الحليب. كاين لكم ما ديروش الحليب الا ما كتبغوش الحليب نتوما في الحسوه. تقدروا ديروا مثلا حليب اخر بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش الحليب يعني الكلوتين اللي كيكون في الحليب، اولا تقدروا ديروا غير الماء يعني ماشي بالضروره الحليب، غير هو الحليب كيعطيها واحد المذاق كريمي زوين. تقدروا ديروا الهيفي كريم. المهم انا حتى الحليب كندير تقريبا كيطلع لي هنا اولا الماكس على حسب شحال بغيتوها خاتره، واش بغيتوها خاتره ولا بغيتوها تكون مرخوفه اكثر. صافي غادا نزيدها 5 دقائق حتى ل 10 دقائق على حسب شحال نتوما كتبغيوها تكون طيبه. المهم وغادا ندير لها 100 سيلسيوس سرعه رقم 1. في الاول ضروري كندير لها واحد الطوره باش كتخلط ليا كامله هكا صافي، وكنرجعها سرعه رقم 1 وكنخليها يعني تكمل الطياب. هما الباكيطات ديالي وجدوا كيفاش جاو ما شاء الله. شهوه منهم. وها هي الحسوه تاعتنا الشكل ديالها. كتقدروا تصيبوها بالشعير، تقدروا تصيبوها بالشوفان. الشوفان كياخذ وقت اقل باش توجد. الشعير كياخذ الوقت، الشعير تاخذ 30 دقيقه حتى 35 دقيقه. نديروا شويه ديال الزيت عود وها هي واجده. قدموها مع كاس ديال اتاي بالنعناع مغربي يا سلام، ومع الباغيت اللي صيبت اليوم نيت. جاتكم الراي ديالكم. المهم جربوها وردوا عليا الخبر. سبق لي شاركت معكم الطريقه ديال الشعير.
هاد المره شاركت معكم الطريقه ديال الشوفان، حتى هي كتجي زوينه. بطبيعه الحال الثومه اختياريه، ماشي بالضروره ديروها، والحلبه كذلك اختياريه، لكن راه كيجيو زوينين في المذاق. شوفوا نتوما على حسب الذوق ديالكم، المهم جربوها وردوا عليا خبا. نتوما كيفاش كتجي، نوري عليكم عن قرب، كتجي زوينه وكتوجد في وقت قصير، كتجي لذيذه وتلك لهاد الجو هذا. بسم الله، شهوه منا، جربوها وردوا عليا الخبر. وهكا وجدت فطور سريع وخفيف وجا لذيذ بزاف. تتجربوا هاد الحسوه وردوا عليا الخبر. وبالنسبه للباكيط ان شاء الله الا بغيتو قولوا لي نشارك معكم في فيديوهات القادمه. وبالنسبه للبنات اللي كاينين في امريكا ويبغيو يشريو الترموميكس اولا يبغيو يربحوا، يتواصلوا معايا، غنكون سعيده انني نعاونكم. غادا نخلي لكم الواتساب اسفل الفيديو، وكذلك نخلي لكم الرابط اللي من خلاله كتقدروا ديروا اوردر الترموميكس، غتحصلوا على شحن مجاني وراه كاينه التسهيلات. ومرحبا والف مرحبا. مباشره من بعد ما كديروا الاوردر كنتواصل معكم وكندخلكم الجروب ديالي وكنبقى معكم حتى كتعلموا الترموميكس مزيان. دابا بقى لي غنقول لكم السلام عليكم، في امان الله، وشكرا جزيلا لكم.